معلومة من مصدرها لو كان الأمر يتعلق بالرياضة أو الكرة السعودية. في دورة تنشيطية ولا لأ؟ مساء الخير كابتن عازم جاهد مدير مركز إعلامي باتحاد الكرة. مساء النور استاذ خالد، منور الدنيا والله. ربنا يخليك ليا. في دورة تنشيطية ولا لأ؟ ان شاء الله في، لان احنا لم نفقد الامل الى الان، لان في ميعاد ان شاء الله، ميعاد تنسيقي مع وزاره الداخليه. هيكون في اجتماع مع السيد وزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم واللواء سامي سيدهم مساعد اول وزير الداخليه لوضع النقاط على الحروف. ولان انا يعني إمتى؟ من يعني يمكن يوم الخميس ان شاء الله، بكره باذن الله. وانا شايف ان باحساسي كده ان ماكسيمم خلال 10 ايام هيكون في نشاط ان شاء الله باذن الله. طب مش المفروض النهارده كان في قرعة؟ لا، ما هو ما نقدرش نعمل قرعه دلوقتي. مش الميعاد اللي لا، اتحدد. انا ما انا قلت قبل كده استاذي الفاضل ان المواعيد دي كلها مبدئيه. في المؤتمر الصحفي انت قلت كلها مواعيد مبدئية؟ بتاع ايه؟ في المؤتمر الصحفي اللي انت طلعت فيه مع الاستاذ ممدوح عباس قلت المواعيد مبدئيه مبدئية حسب حسب الظروف والتطورات اللي بتحدث يا استاذ خالد. يعني بس الناس ما خدتش بالها حقيقة من كلمة مبدئية دي. لا، وانا منهم. لا، انا قلت يمكن بقى يمكن بالكم يعني أرجو تاخدوا بالكم المره الجايه. باعتبار ان لازم نقرا ما بين السطور عشان نفهم المجمل. لا لا ابدا، هو بس اساسا ان كانت هناك الموافقه المبدئيه. نعم. الساده الرؤساء كلها موافقه مبدئيه وبطوله مبدئيه وقرعه مبدئيه. طب قول لي يا استاذ خالد، نعم. لما تجيبوا لنا الموافقه كده يا رب كده عن طريق كده الاعلام، تجيبوا الموافقه من الداخليه لا خليني اقول لحضرتك على حاجه. هو كان ممكن قبل المشاورات اللي تمت مع الانديه سواء الاجتماع الاول او الاجتماع الثاني اللي صدر كان فيه المفروض نعمل اتصالات بالداخليه. سبقت انت بنص الجمله الثاني. ولو بدانا بالداخليه كنا خدوا راي الانديه الاول. لا لا لا، ما انت لو احنا بتاخد بدانا بالداخليه. لا ما هو انت، طب وليه ما نمشيش في خط متوازي؟ سهل. ها؟ احنا في مصر انا متعود، يعني حتى لو بدانا بالداخليه يقول لك الله ازاي بيبداوا بالداخليه وما ياخدوش راي. طب ابدا بالاثنين. ابدا بالاثنين. يعني ناس تروح هنا وناس تروح هنا. الظروف يا استاذ خالد برضه، يعني الظروف صعبه جدا. نعم. واحنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا عايزين نزق العجله بس عشان تتحرك، لكن احنا ملناش مصلحه في اي شيء تتخيله. أنا طبعا لا أحد يمكن أن يلمح إلى هذا أو يتكلم عنه بشكل صريح، لأنه مش هننفع نشق عن قلوب الناس ونتهمهم بشيء إحنا شايفينه. ما أنا بقول لحضرتك إحنا بنحاول بقدر المستطاع والله يا أستاذ خالد. حتى امبارح كان في اعتصام اللعيبة في الدرجة الثانية والثالثة، وبرضه ناس لها طلبات يعني معقولة، وطلبات كلها يعني طلبات سهلة جدا وواقعية جدا ومعقولة جدا. ناس بتفتح بيتها من أكل عيشها من الكورة. طب هو طالبين إيه من اتحاد الكرة اللي يعمله له؟ عايزين يبدأوا البطولة. طبعا قال لك نبدأ من تحت، لا اساس ان ما فيش ما يعوق يعني، لان هناك يعني قال لك احنا هنأمن مع الشرطة الماتشات. قال لك ان احنا عايزين نبدأ في 1/4، واتفقنا على كده وبعتنا بالشرطة امبارح يا استاذ خالد الكلام. تمام. في مؤتمر صحفي بكره؟ المؤتمر الصحفي ان شاء الله هيبقى في بداية الاسبوع اللي جاي، لسبب بسيط ان تم الاتفاق يا استاذ خالد على كان في اقول لك على دعابه بسيطه كده على المشي. استنى بس اما اكمل. ما هي دعابه ماشيه مع الكلام. كان في محل اسمه بيض اليوم الطازج. كان في محل اسمه بيض اليوم الطازج، كل ما تعدي عليه بيض اليوم الطازج، عديت بكره هو برضو بيض اليوم الطازج. فاحنا قاعدين بنطارد المؤتمر الصحفي ده واعلان العقوبات الاسبوع بدايه الاسبوع، طب نهايته، طب يوم الخميس، على طريقه بيض اليوم الطازج. اقول لحضرتك حاجه عجبتك؟ حلوه طبعا. يقرا. عايز اقول لك حاجه. نعم. الاجتماع مع السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخليه قال لك تعلن العقوبات بعد 10 ايام. طب انت منقول عنك تصريحات ان المؤتمر الصحفي بكره والعقوبات بكره؟ لا، هتتعمل اول اسبوع يوم الاحد على اقصى تقدير. لان انا بص خد بالك، انا عبد المأمور بيجي لي الحاجه قالوا فعلا، انا قلت فعلا ان هي الخميس، وكان مقرر ان هي تتعمل بكره ان شاء الله. لكن مع الاتفاق اللي تم هتعلن بدايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله باذن الله.
على اقصى تقدير الاحد. الاحد احنا للاسف لا الفاينل واخر كلام، ولا بتاع بيض ولا بتاع بطيخ، انا بقول لك لا اخر الكلام يوم الاحد ان شاء الله. وما فيش امكانيه انه يحصل اسباب لا اطلاقا اطلاقا اطلاقا، احنا بنلتزم بعدد الايام اللي قالوها، واحنا ان شاء الله يوم الاحد هتعلن. وبعدين احنا بعتنا جواب يا استاذ خالد لوزاره الداخليه بطلبات الدرجه الثانيه والاقسام الاخرى. الحاجه الثانيه ان الدكتور عماد البنان ربنا يكرمه وافق على دعم الانديه لصرف مستحقات اللعيبه. كابتن عزمي، مين اللي اخذ العقوبه؟ في اتصال تليفوني. مين اللي اخذ العقوبه؟ اتحاد الكره كابتن. لا يعني مين؟ خاصه الحاج عامر حسين من خلال اللوائح عشان الناس ترتاح يعني. اللي خد العقوبه اللجنه التنفيذيه ده كاتخاذ قرار، انما مين اللي حدد حجمها؟ الحاج عامر حسين واللجنه التنفيذيه حسب اللوائح. نعم تمام. الحاج عامر حسين دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي كنت بقول لك عليها، اتفضل، ان الدكتور عماد البنان بيفكر او بيستشير الشؤون القانونيه في المجلس القومي علشان يوجهوا الفلوس لمستحقات اللعيبه. اللي انت قلت تقريبا هيبقى حوالي 2 مليون جنيه ان شاء الله باذن الله، وهيتوزعوا على الانديه اكتر من 2 مليون جنيه اكتر لصالح اللاعبين، ولا هيبقى في اسم المخصص حاجه تانية غير المخصص لصالح صرف مستحقات اللاعبين؟ يشوفوا قانونيتها ايه يا استاذ خالد، لان لعيبه القسم الثاني والثالث قال لك لو جه ده اعانه للانديه ما بيصرفولناش وممكن يعملوا اي حاجه. فانا طبعا ضد ان يتهم رؤساء الساده الانديه بكده من اللاعبين، لكن في الدكتور عماد قال لي هناخد راي المستشار القانوني في حته توجيه الدعم لمستحقات اللاعبين. نقدر نقول بس كاسئله سريعه كده، مؤشرات العوده مبشره؟ والله انا متفائل جدا يا استاذ. في غضون قد ايه تقريبا على حد اقصى؟ انا شايف ان ماكسيمم 15 يوم باذن الله. لكل الدرجات ولا الممتاز فقط؟ لكل الدرجات ان شاء الله، وانا متفائل. وبعدين على فكره الناس متصوره ان وزاره الداخليه مش عايزه يبقى فيه نشاط. الكلام ده خطأ جدا. ليه؟ الناس عايزه تعمل نشاط، بس عايزين يعني يبقى فيه ضمانات وضمانات احترازيه لعدم تكرار اي شيء تاني. ومين اللي هيقدم الضمانات دي؟ والله الضمانات دي بتقدمها وزاره الداخليه، وبعدين برضو اتحاد الكوره بيعمل لجان عشان التفتيش على الاستادات وعلو الاسوار والمخارج اللي على الملعب. يعني ما فيش ملعب في العالم فيه 3-4 بيبان داخل على الملعب يا استاذ خالد. نعم. فبيشوفوا الحاجات دي، وهيبقى في لجان لزياره الملاعب اللي هتقام عليها المباريات، وان شاء الله ربنا يوفق باذن الله. ان شاء الله. يعني من حظي السيء ان انا يوم الاحد مش طالع عشان في ماتشين الاهلي والزمالك في افريقيا، فيعني ان شاء الله توفقوا في اتخاذ القرار يوم الاحد. ان شاء الله ان شاء الله يوم الاثنين هيكون معاهم داخله من حضرتك ان شاء الله. كان لو يوم الاحد يبقى كويس نبقى ناخده، هو لسه طالع يعني جديد. انما ربنا يحيينا ويحييك ان شاء الله. انت عندك يوم الاحد هوا؟ لا، ما هو يوم الاحد في ماتشات، في اهلي وفي زمالك. طيب مين في افريقيا هيكون في الاستوديو التحليلي ولا حاجه؟ طبعا في استوديو تحليل ان شاء الله. طب خلاص، يبقى شوف احنا باي وسيله هيعلن عندكم ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك. كابتن عازم مجاهد، مدير مركز الاعلام باتحاد الكره، بشكرك شكرا جزيلا. الكابتن